ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن شخصية حرفيا من اكتر الشخصيات الجدلية واللي عملت جدل كتير جدا في تاريخ الملاكمة الحديثة. والشخصية دي هي البطل المعروف فلويد مايوزر. هتقابل ناس كتيرة جدا بتقولك فلويد اصلا ما يستحقش يبقى بطل، وهو مش بطل جوه الحلبة وكل الكلام ده. ناس تانية هتقولك لا، ده بطل وجامد واسطورة ومفيش منه اتنين. بس غير الناس اللي كرهاه جوه الحلبة، في ناس كتيرة جدا يا صديقي بتكرهه بره الحلبة، وده اللي هنعرف النهارده ايه اسبابه وايه اصلا سبب المشكلة اللي بينه وبين مايك تايسون في حوار الماتش اللي هيتلعب ما بينه وبين مايك تايسون في 2026 ده. كل ده واكتر هنعرفه عن حلقة النهارده، وهنعرف حاجات انت ما كنتش تعرفها اصلا عن فلويد مايوزر ولا سمعت عنها قبل كده. فقبل ما نبدا اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو، يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. شخصيه جدليه زي فلويد اكيد واكيد كمان ان هي ما كانتش نشأتها زي نشأتنا، يعني هو شخصيته اتكونت في الطفوله غير شخصيتنا احنا، واكيد طفولته كانت مختلفه عننا كلنا. فاحنا علشان نفهم شخصيه فلويد اصلا وعشان نفهم هو بيفكر ازاي وليه في ناس كتيره جدا 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 معترضه عليه، لازم اصلا نعرف هي الشخصيه دي اتكونت ازاي والطفوله دي كانت ازاي. اتولد فلويد حرفيا في جهنم على الارض. اتولد في ظروف ما كانتش احسن حاجه خالص. اتولد يوم 24 فبراير سنه 1977 في ولايه ميشيغان في امريكا، حرفيا من افقر الولاية في امريكا، وبالذات في الوقت ده اللي هو في السبعينات. اتولد فلويد في حي فقير جدا 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 مليان بالمخدرات والسرقه، وحرفيا كان الامان صفر. البلطجيه كانوا حواليه من كل حته. وما تنساش برضو ان فلويد اتولد اسمر البشره. التنمر في الوقت ده وبالذات في حي فقير زي ده ما كانش احسن حاجه خالص، وكان كفيل لوحده ان هو يطلعك معقد نفسيا ويخليك تنتحر اساسا. بس انت يا صديقي هتقول لي طب ما ايش يعني اغلب الملاكمين سود واتولدوا عنهم التنمر والفقر، ايه المختلف يعني بالنسبه لفلويد اللي يطلع شخصيه جدليه زي دي؟ طب ما في ملاكمين كتير جدا عاشوا في ظروف زيه او اسوأ منه كمان وبرضه ما طلعوش شخصيه جدليه كده. استنى انا هكملك يا صديقي، وبعد اذنك ما تقاطعنيش تاني، وانا هقولك دلوقتي ايه المختلف اللي في قصه حياه فلويد مايوزر. بص، هو تقريبا كل ده عادي فعلا، وفي ناس كتيره مرت بيه بالذات من الملاكمين. بس المختلف عند فلويد مايوزر وهو ان زي ما احنا قلنا من دقيقه تقريبا ان هو اتولد في حي مليان بالمخدرات، واكيد والده ووالدته ما كانوش ملايكه وسط كل الخراب والفساد اللي حواليهم. طبعا يا صديقي انت مستنيني اقول لك ان والده هو اللي كان مدمن على المخدرات، بس للاسف للاسف لا، والدته هي اللي دخلت في دايره الادمان وكانت مدمنه بشكل مش طبيعي. وفي اشاعات كتيره جدا بتقول ان هي اتحبست اصلا في الوقت ده بسبب ادمانها للمخدرات. يعني هي في طفوله فلويد مايوزر اللي هو بتبقى اهم فتره الام تبقى موجوده فيها جنب الطفل، هي اتسجنت اساسا. ليه؟ طب استنى، عندك انت ليه قلت للاسف؟ للاسف مامته هي اللي كانت مدمنه على المخدرات مش والده. اقول لك يا صديقي لان لما الوالد بيبقى مش احسن حاجه في البيت، الام تقدر ان هي تصلح الوضع او البيت بيمشي. انما لما تكون الام هي اللي مش احسن حاجه، وام مدمنه على المخدرات، وام هي انسانه اصلا مش كويسة، حرفيا يا صديقي الوضع بيبقى كارثي تماما في البيت. لان الاب مهما عمل مستحيل مستحيل يا جماعة حد يعوض دور الام. وما تنساش ان احنا بنقول ان هو برضه في حي فقير، اكيد والده ما كانش عنده الطاقة ولا الوقت ان هو يقعد معاه ويعوض دور الام، اللي هو حتى لو حاول اصلا مش هيقدر. طبعا يا صديقي طفل وسط كل الظروف الغريبة والقاسية دي، كان من الطبيعي ومن المتوقع جدا ان هو كمان يخش في دايرة الادمان، او على الاقل مش وهو طفل، لكن لما يكبر شوية. طفل في حي فقير زي ده وفي بيت زي ده كان طبيعي جدا ان هو يلجأ للسرقة والادمان والمخدرات ويبقى صايع في الشوارع ومش وراه اي حاجة حرفيا. بس فلويد علشان هو شخصية مختلفة من اول ما اتولد كان عنده رأي تاني تماما. فلويد لجأ للملاكمة تقريبا في سن ال7 سنين، ووالده واعمامه الاتنين ليهم دور كبير جدا في ان هو يبدأ في بتعلم الملاكمة، لان والده اصلا كان ملاكم محترف بس ما اتشهرش قوي، واعمامه الاتنين كانوا بيلعبوا ملاكمة برضه وبيدربوها في الحي عندهم. ده اللي خلى فلويد قلبه يميل للملاكمة ويقول طب قشطة انا هجرب، انا كده كده حياتي كلها خربانة، انا هخش العب ملاكمة. بدأ فلويد بالفعل الملاكمة يا صديقي، وكانت الملاكمة بالنسبة له هي المخدر بتاع فلويد مايوزر، كانت المخدر الحلال بتاعه، كانت المكان اللي بينسى فيه كل الظروف القاسية اللي هو عايش فيها. يعني هو اول ما بيخش صالة التمرين بيرمي بقى همومه، بيرمي كل اللي حاصل في البيت، بيرمي كل الفقر، كل ده بيترمي بره يا صديقي، وبيخش بيركز في التمرين بس. حرفيا فلويد كان محتاج حاجه زي كده جدا جدا جدا. اعمامه الاتنين يا صديقي هم اللي علموه
الملاكمة من بدايته، وهم برضو اللي علموه الاسلوب بتاعه اللي هو بيلعب بيه لحد دلوقتي، اللي هو اسلوب اسمه الشولدر رول. وده الاسلوب اصلا اللي مايس فلويد مايوزر طول مسيرته. بس احنا مش هنحلل الاسلوب ده دلوقتي، لانه حوار كبير جدا جدا جدا. لو عايزين نعمل فيديو عنه يا صديقي اكتبوا لي تحت في التعليقات. باختصار كده يا صديقي، الاسلوب ده هو اسلوب دفاعي بحت، يعتمد على الدفاع بشكل كبير جدا جدا. من كتر ما اتقن فلويد الاسلوب ده، كانش حد بيعرف يوصل لوشه اصلا في الملاكمة. فزمايله في الأكاديمية كانوا بينادوه ببريتي فيس، يعني يا صديقي كده لو انت ما فهمتش الوجه الجميل. معروف يا صديقي بالذات في السبعينات ان اللي بيلعب ملاكمة ده لازم يكون وشه بايظ وعينيه ورمة وحرفيا الدنيا متدمرة خالص معاه. لكن على العكس تماما، فلويد كان طول الوقت وشه نظيف وما فيهوش اي حاجة، كأنه مش بيلعب ملاكمة، كأنه شغال موديل حرفيا. فده اللي خلى اصدقائه يطلقوا عليه الاسم ده، وهو بريتي فيس. لعب فلويد يا صديقي ملاكمة لحد ما بدأ يكبر سنة سنة، وبالفعل دخل ملاكمة الهواة. كان اي حد يا صديقي بيشوف فلويد وهو بيلعب بينبهر، واسلوب فلويد المميز الدفاعي كان بيجذب العين، لان دي حاجه مختلفه تماما عن اللي الناس او جمهور الملاكمه في الوقت ده متعود يشوفها. شارك فلويد في اولمبياد اتلانتا 1996، وحصل فلويد على الميداليه البرونزيه. بعد البطوله دي يا صديقي كانت بدايه فلويد مايوزر في الاحتراف. دخل فلويد بالفعل يا صديقي الاحتراف باسلوبه المثير للجدل والجديد بالنسبه للمشاهد وجمهور الملاكمة. عمل يا صديقي فلويد ريكورد مكون من 50 انتصار، 0 هزيمة، 0 تعادل. حرفيا يا جماعة سجل مرعب لأي حد، واي حد فاهم في الملاكمة عارف السجل ده مرعب قد ايه. كسب ابطال كتيرة جدا جدا، ومنهم البطل اللي جه بعده وهو كانيلو الفاريز. وكده يا صديقي تنتهي مسيرة فلويد الاحترافية ب50 انتصار. وهتقول لي طب دلوقتي يا جاكور انت عمال تقول لي كلام جميل عن الراجل، ان هو قد ايه جامد، وان هو قد ايه خرج من حي فقير وادمان وكل ده، وازاي بقى شخص ناجح ومشهور وغني وعمل سجل مرعب جدا في الملاكمة. ليه الناس مش بتحبه او في كارهين كتيرة ليه فلويد مايوزر؟ كل اسئلتك مجابة يا صديقي عشان احمد الجاكور موجود. حاجة من الحاجات اللي مش ناس كتيرة تعرفها، حتى لو انت فان او من جماهير الملاكمة او من متابعين الملاكمة، برضو انت ممكن بنسبة كبيرة جدا ما تعرفش المعلومة دي. وهي ان البطل يا صديقي لما بيجيله تحدي على الحزام، ليه الحق ان هو يقبل او يرفض التحدي من اساسه. ولو قبلوا ليه الحق ان هو يحدد مكان المباراة في اي ولاية هتتلعب، سواء لو هتتلعب في امريكا او في اي مدينة اصلا هتتلعب. ودي الحق برضو يا صديقي ان هو يحدد مقاس الجلافزات او الواقيات اللي هم بيلعبوا بيها الماتش، حتى الجلافز بتاع خصمه. يعني لو الخصم بتاعه متعود ان هو يلبس مقاس 14 مثلا، يقول لك لا الماتش ده انت تلبس مقاس 12، وللاسف المتحدي ما يقدرش يقول له لا. فلويد لعب على الحتة دي بشكل كبير جدا جدا، من اللي خلى الجمهور يشك فيه كبطل اساسا. ورفض فلويد مايوزر كذا ماتش كبير شاكك ان هو كان هيخسر فيه. يعني مثلا فلويد مايوزر كان يلاقي شاب لسه طالع جديد او ملاكم كبير جاي يلعبه، حاسس ان هو ممكن يخسر الماتش ده، كان بيرفض على طول. فده اللي اثار غضب الجمهور من فلويد مايوزر جدا جدا جدا، وفضلوا يقولوا عليه ان هو مش بطل حقيقي، وان هو ما يستحقش يكون ملاكم، وان هو ما يستحقش يكون بطل اساسا ولا يوصل للمكانه اللي هو فيها. كان في فئة تانية من الجمهور بتكره فلويد مايوزر جدا برضو بسبب الاسلوب الدفاعي اللي هو بيلعب بيه. يعني الفئة من الجمهور دي جايين عايزين يتفرجوا على ملاكمة، عايزين يتفرجوا على مباراة حماسية، واتنين عم بيضربوا بعض والماتش حماسي والماتش رايح جاي، مش واحد عمال يدافع وعمال يعمل كده بكتفه والماتش بيطلع. يعني ده مش بيبقى ممتع قوي لاغلب المشاهدين بالذات في الملاكمه. طيب يا صديقي كده عرفنا ليه بعض الجمهور او فئه كبيره من الجمهور بتكره فلويد مايوزر او مش بتحبه. طب ليه او ايه سبب اصلا المشاجرة او المشادة الكلامية بينه وبين مايك تايسون؟ والسبب ان فلويد طلع من فترة على النت وقعد يقول انا افضل ملاكم في التاريخ وانا، وقعد يقول برضه فلويد مايوزر ان هو احسن من محمد علي. طبعا الجمهور يعني غضب عليه غضب شديد، وكله بقى ضده على النت ومش عارف ايه. ومن الموجة اللي طلعت ضد فلويد مايوزر دي كان مايك تايسون على رأسها. مايك تايسون قعد يقول له انت مش بطل حقيقي، وان انت ما تستحقش تكون ملاكم، وقال مايك تايسون برضو ان اسم فلويد مايوزر ما ينفعش يتحط جنب اسم مايك تايسون او اسم محمد علي في التاريخ. طبعا فلويد طلع ورد عليه قال له لا انا احسن منك بالفعل وانا شايف ده ومش عارف ايه. ففضلوا هما الاتنين يردوا على بعض كده على السوشيال ميديا لحد ما اتحدد بينهم نزال في 2026، لسه مش عارفين هو هيتلعب ولا لا، بس بنسبة كبيرة الماتش ده هيتلعب. ويا صديقي للأسف يا صديقي كده تكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك،
واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تفعل زر التنبيهات. بس كده، سلام.